السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في قناة مارو العرايس. الفيديو ده إن شاء الله هنعمل القدمين وهما الاتنين متطابقين، مفيش أي اختلاف إلا بس نهايات السطر الأخير هنا ونهايات السطر الأول اللون، مكان النهاية فقط، لكن غير كده هما إن شاء الله يكونوا متطابقين. القدم لو احنا بصينا القدم الاتنين للأمام كده هتعتبر دي الناحية دي القدم اليمنى ودي القدم اليسرى، تمام؟ ناحية اليسار تبقى القدم اليسرى، فالقدم اليسرى بنهيها منتصف الداخلي للقدم وبعمل منزلقة هوريكم، وهنقص الخيط منزلقة زي اللي عملناها في الذراع، وهنقص الخيط تمام، وبتكون النهايات من داخل القدم من المنتصف. القدم اليمنى اللي انا هعملها معاكم دلوقتي دي اللي احنا هنكمل بيها ومش هنقص منها الخيط، لكن هما الاتنين متطابقين. هنبدأ الأول بسم الله طبعا بلون القدم اللي هو اللون الأورنج أو البرتقالي، هنعمل 9 سلاسل، 9 سلاسل. تسع سلاسل. أول سلسلة اللي جنب الإبرة دي هنسيبها وهنشتغل من اللي بعدها على طول، لكن ساعات بتختفي الغرزة، فأنا هحط العلامة آخر سلسلة لا اللي قبلها، السلسلة اللي قبل الأخيرة هحط فيها العلامة، هتكون دي نهاية آخر غرزة، تمام كده. السطر الأول هعمل 1 تزايد، 6 حشو، 3 حشو في نفس الغرزة، وبعدين 7 حشو هيكونوا 18 غرزة. 1 تزايد، 6 حشو، 3 في غرزة، 7 حشو هيكونوا 18 غرزة. ادي التزايد، أول غرزة فيها 2 عادي. أنا بس في الأول همشي معاكم كده، وبعد كده هقول لكم هو الخطوات عبارة عن ايه، مفيش أي صعوبة. الجديد هعمله معاكم. أنا عملت التزايد وهعمل 6 حشو، الغرزة الأخيرة هيكونوا 3 غرز في نفس الغرزة اهي، الغرزة اللي في الأعلى اللي هو يعتبر تزايد ثلاثي. الشغل بيلف معاكي عادي خالص، بتاخدي البداية معاكي في وسط الشغل علشان الفتحة دي ما توسعش ويكون تثبيت للبداية. الناحية التانية هنكمل كده 7 غرز الباقيين. العلامة أو الماركر هدخلها في آخر غرزة اهي، تمام كده. ده السطر الأول. السطر التاني هعمل 2 تزايد، يعني كل غرزة تقابلني غرزتين، كل غرزة فيها 2 و2، تمام، يبقى 4 غرز. 2 تزايد، يعني أول غرزة فيها تزايد والتانية فيها تزايد، وبعدين 6 حشو، وبعدين 3 تزايدات، وبعدين 6 حشو، وبعدين 1 تزايد، تاني 2 تزايد، 6 حشو، 3 تزايدات، 6 حشو، 1 تزايد. هينتهي السطر التاني ب24 غرزة. ادي الغرزة اللي هتقابلني اهي، هي بتكون شوية ملفوفة شوية بس ظاهرة، هعمل فيها أول تزايد. الغرزة اللي بعدها برضو التزايد التاني، وبعدين 6 حشو، وبعدين 3 تزايدات. ال3 غرز اللي في الأعلى دول كل غرزة هعمل فيها 2. ادي أول تزايد، الغرزة اللي بعدها التزايد التاني، الغرزة التالتة، التزايد التالت، وبعدين 6 حشو،
اخر غرزة اللي فيها العلامة هعمل فيها تزايد، ادي واحدة وهعدي العلامة، وادي اتنين كده التزايد. خلاص كده السطر التالت هيكون ايه؟ تكرار مجموعة، المجموعة دي واحد حشو تزايد، اكررها مرتين، وبعدين 6 حشو، وبعدين تكرار واحد حشو تزايد 3 مرات، وبعدين 7 حشو، وبعدين واحد تزايد. السطر التالت تاني تكرار مجموعة، المجموعة دي واحد حشو تزايد أكررها مرتين، وبعدين 6 حشو، وبعدين تكرار واحد حشو تزايد 3 مرات، وبعدين 7 حشو، وبعدين واحد تزايد. ينتهي السطر التالت ب30 غرزة. طبعا أنا بس هفكرك التكرار المجموعة بيكون شكله ازاي، لكن هو عادي خالص. أنا قلت واحد حشو تزايد مرتين، ادي واحد حشو تزايد، وبعدين المرة التانية واحد حشو تزايد. تمام كده، مفيش أي صعوبة، هنكمل لوحدنا. ده بالنسبة للسطر التالت. السطر الرابع مشابه ليه هقولهولك. السطر الرابع تكرار مجموعة، المجموعة دي 2 حشو تزايد مرتين، وبعدين 6 حشو، وبعدين تكرار مجموعة 2 حشو تزايد 3 مرات، وبعدين 8 حشو، وبعدين واحد تزايد. هينتهي السطر الرابع ب36 غرزة. هقول السطر الرابع تاني. تكرار مجموعة 2 حشو تزايد مرتين، وبعدين 6 حشو، وبعدين تكرار مجموعة 2 حشو تزايد 3 مرات، وبعدين 8 حشو، وبعدين واحد تزايد. هينتهي السطر الرابع ب36 غرزة. نخلص ونرجع. خلصت السطر الرابع. في المرحلة دي أنا لو عاوزة أحط بلاستيك عشان يكون دعامة للقدم من الأسفل، فهجيب أي غطا علبة بلاستيك عندي، هحط القدم عليها كده وبالقلم، بس حسبي ما توسخيش الشغل هنا، وهتمشي كده وتحدديها على الطرف بالظبط، على الطرف، يعني بيكون أقل من الشغل ده 1 ملي، حاجة بسيطة بس عشان يكون بالظبط تمام. وهتعملي 2 متطابقين في المرحلة دي، 2 متطابقين للقدمين. كل قدم هتكون اهي، شايفة هي بتكون دي مقاسها، يعني 1 2 ملي كده علشان تكون مظبوطة بالظبط. هتعملي 2 متطابقين. لكن أنا في الدمية دي أنا عملت طريقة جديدة. شايفة واقفة ازاي؟ ثابتة عادي خالص، وهنا مسطحة. فأنا عملت ايه؟ أنا هعملها معاكم، لكن انت لو عاوزة تعمليها اعمليها، عاوزة تعمليها بالبلاستيك اعمليها بمسدس الشمع. أنا هحط الجزء دوت بمسدس الشمع، هوريكم بعدين. تمام. لكن انت لو عاوزة تعملي ما عندكيش شمع أو مش عاوزة تعمليه، اعمليه بالبلاستيك، ده بيكون ثابت من هنا. عاوزة تعملي واحدة بس بالبلاستيك أو 2 فوق بعض، يعني انت تحطي واحدة أو تحطي 2 فوق بعض، كله راجع ليكي. طيب السطر الخامس احنا عندنا 36 غرزة. السطر الخامس هيكونوا 36 غرزة، لكن في اللوب الداخلي أو في الحلقة الخلفية. طبعا انت عارفة ان الغرزة زي ما قلتلك في التناقص، الغرزة فيها 2 خطين. أنا مش هشتغل بقى في الخط الأول الأمامي، هشتغل في الخط الخلفي. شايفين الخط الخلفي؟ هشتغل في كل حلقة تقابلني غرزة حشو، شايفين اهو في الحلقة الخلفية خيط واحد بس من الخلف بالشكل ده لغاية النهاية 36 غرزة. شايفين؟ لو انت بصيتي هتلاقي فيه اهو الحلقة الأمامية باينة قدامك. هتشتغلي لغاية النهاية ونخلص 36 غرزة. كده أنا انتهيت من السطر الخامس. السطر السادس والسابع والثامن 3 صفوف أو 3 أسطر، كل سطر 36 غرزة في الغرزة كلها عادي خالص. يعني انت بتشتغلي في الغرزة كلها 3 سطور حشو ثبات ونرجع بعدها. تمام، مفيش أي صعوبة. طبعا ده شكلها بعد ما أعملها. هعملها معاكم، لكن نسيت جزء هقولهولك عليه دلوقتي. العلامة أو الماركر دوت هيكون واصل من أول هنا، فانتي هتشيليه من الجزء اللي في الأسفل، عشان لو انتي بتحطي الشمع هيكون صعب ان انتي تشيليه. هسيبك مع الفيديو والطريقة. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الثلاث سطور الثبات او الثلاث اسطر الثبات. في المرحلة دي لو انتي عاوزة تعملي الشمع زي ما انا هعمل، اعملي جيبي اي حاجة مستوية علشان تكون الشمع مستوي كده. بتشدي البداية دي عشان تثبتيها، عشان الشمع هيلزقها خلاص.
وهتخليها مستوية كده اهي مستقيمة. هتجيبي مسدس الشمع، معلش هو قديم شوية، وهتنزلي كمية شمع هنا. هي لو في حاجة متنية من تحت، الشمع من سخونيته هيفردها، هتحطي شمع في المنطقة كلها. بس لاحظي ان انتي هتبعدي عن الطرف اللي في الاعلى علشان تعرفي تشتغلي بعد كده. هو بينشف بسرعة، بس خلي بالك علشان ما تتلسعيش، عشان هو صعب شوية. انا بحاول احط في كل الاطراف. اعتقد كده كفاية. عاوزة اوريها لك من الجهة الاخرى، شايفين بقى مستوي ازاي؟ هتسيبيه ينشف براحته خالص خالص خالص، مش هتشتغلي بيه دلوقتي. هو هينشف ان شاء الله بعد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. هتسيبيه ينشف خالص، هيعمل طبقة، وبعد كده نرجع علشان نكمل. ما ينفعش تشتغلي بيه كده ابدا. زي ما انتوا شايفين اهو بقى ناشف وكويس جدا، وعمل طبقة حلوة قوي وبعيد عن الطرف اللي في الاعلى، ومسطح من الاسفل. بصراحة انا اول مرة اعمل الطريقة دي، بس بصراحة عجبتني وتقيل، ممكن الدمية تدنها واقفة عادي خالص. السطر التاسع قبل ما ابتدي هعمل غرزتين ازاحة. يعني ايه غرزتين ازاحة؟ انا العلامة في اخر غرزة عندي هنا، فانا هشتغل غرزة، الغرزة التانية هحط فيها العلامة، يبقى كده غرزتين ازاحة، يعني مش هيتعدوا خلاص. بقت دي اخر غرزة عندي. تمام. هعد من بعد كده. ليه؟ شايفة الشغل في المنتصف الخلف علشان يكون مظبوط بعد كده. هعمل السطر التاسع. هو سهل خالص، انا هقولك ازاي بيتعمل واسيبك نعمله مع بعض. 6 حشو، وبعدين تكرار مجموعة، المجموعة دي تناقص 2 حشو، اكرر المجموعة دي 6 مرات، بعدين 6 حشو تاني. 6 حشو، وبعدين تكرار مجموعة، المجموعة دي تناقص 2 حشو 6 مرات، وبعدين 6 حشو. هيكونوا 30 غرزة عادي خالص، مفيش صعوبة. ادي واحد، تكرار مجموعة تناقص 2 حشو 6 مرات. انا بس يعني ايه، هفكرك بالتناقص المخفي وتكملي مع نفسك. في اللوب الامامي هدخل الابرة، واللوب الامامي الغرزة اللي بعدها هدخل الابرة. هسحب الخيط من الحلقتين دول، وبعدين اسحبه من الحلقتين دول، وبعدين هتشتغلي 2 حشو. ده التكرار الأول، وهتكرريه 6 مرات، وهتمشي بالسطر عادي خالص. ده السطر التاسع. السطر العاشر هعمل ايه؟ 6 حشو وتكرار مجموعة، المجموعة دي تناقص 1 حشو، أكررها 6 مرات، وبعدين 6 حشو. هينتهي ب24 غرزة. تاني السطر العاشر، 6 حشو تكرار مجموعة تناقص. السطر العاشر تاني، 6 حشو تكرار مجموعة تناقص 1 حشو 6 مرات، وبعدين 6 حشو. هينتهي ب24 غرزة. في المرحلة دي بعد السطر العاشر، لو انت ما عملتيش الطبقة دي وعاوزة تحطي البلاستيك، حطيه في المرحلة دي، هيكون كويس جدا وبيدخل وهيكون ثابت. عاوزة تحطي تحته اللزق اللي هو الأوهو عشان يلزق في الأسفل، وتحطي دي عادي خالص. ممكن تحطيه من غيره، لأن الفايبر في الأعلى هيثبته تحت عادي خالص. ده السطر العاشر هيكون 24 غرزة. السطر ال11 6 حشو تكرار آسفة، 6 حشو، وبعدين 6 تناقصات ورا بعض. 6 تناقصات ورا بعض هيكونوا في المنطقة دي، وبعدين 6 حشو. هينتهي ب18 غرزة. السطر ال11 تاني 6 حشو، وبعدين 6 تناقصات، وبعدين 6 حشو. هينتهي ب18 غرزة. من السطر ال12 لل16، من 12 لل16 أعتقد 5 صفوف ثبات، كل سطر 18 غرزة. من ال12 لل16 كل سطر 18 غرزة، ونرجع بعدها علشان نكمل. آخر سطر عملناه السطر ال16. هنمسك الفايبر عادي خالص وبأي أداة، وهنلف كده وهندخل في الجزء ده. سهل جدا، والحشو هيكون بسيط.
لاحظي إن القدمين يكونوا جامدين ويكون نفس كمية الحشو أو نفس السمك، تمام؟ هتحشي لغاية قبل هنا مثلًا أهو، لغاية الأسفل دوّة لغاية هنا، وهنكمل شغل وبعدين في الآخر هنبقى نحشي الباقي. طيب دلوقتي السطر ال17 تكرار مجموعة، المجموعة دي تزايد 5 حشو، أكرر المجموعة دي 3 مرات، تزايد 5 حشو، تزايد 5 حشو، تزايد 5 حشو، السطر ال17 هينتهي ب21 غرزة. السطر ال18 وال19 وال20 يعني 3 سطور، كل سطر 21 غرزة، 3 سطور أو 3 أسطر ثبات. هنخلص ال4 أسطر دول ونرجع علشان ندخل اللون الجديد، اللون الأخضر. معلش تركزي بقى معايا في الجزء ده لأن ده فيه اختلاف. أنا قلتلك لما بنحط القدمين وشهم للأمام هتبقى دي اليمنى ودي اليسرى. أنا هقولك اليسرى نعملها ازاي وبعدين هكمل معاكي في اليمنى. طيب اليسرى هنا العلامة اهي، هي هتكون آخر غرزة، هتكون في المنتصف. أنا هقولك كام غرزة، ادي الغرزة اللي فيها العلامة، ادي 1 2 3 4 5، تمام؟ الغرزة اللي فيها العلامة بداية العد ادي 1 2 3 4 5، ده السطر الأخير ما اشتغلتش فيه 5 غرز، ده السطر الأخير آخر 5 غرز، 5 غرز ما اشتغلتهمش، تمام؟ أنا هشتغل أهو لسه معايا اللون البرتقالي، دي القدم اليسرى، بدخل الإبرة واسحب الخيط، بجيب اللون الجديد اهو بعمله كده سهل، بتني اللون الجديد كده، والمفروض اسحب باللون البرتقالي ده او الاورنج، لا هسحب باللون الجديد اللي هو الاخضر عشان تطلع الغرزة الجديدة كلها نفس اللون، ده الطريقة الصحيحة للتوصيل، تمام؟ هشتغل ال5 غرز عادي، باخد اللون البرتقالي ده او الاورنج ده معايا في وسط الشغل وبشتغل باللون الجديد، معايا الطرف القصير والطرف القديم معايا، حطاهم كده في وسط الشغل اهو، وبشتغل عادي خالص غرزتين 3 وهم معايا علشان يثبتوا، خلاص بسيبهم وبقص الطرف القديم ده، وادي الغرزة الأخيرة فيها العلامة اهي، وهشتغل السطر الجديد. السطر ال19 السطر أسفة، السطر ال21 السطر الجديد اللي هو السطر ال21 هشتغل 21 غرزة لغاية هنا، تمام؟ لغاية العلامة اشتغل 21 غرزة لغاية العلامة، مفيش أي صعوبة، مفيش أي صعوبة. طيب السطر 22، لا خلينا في السطر 21، هنشتغل السطر 21 ده القدم اليسرى. طب القدم اليمنى، بالنسبة للقدم اليمنى هكمل لغاية المنتصف هنا باللون البرتقالي أو الأورنج، أعتقد 5 غرز هنعملها مع بعض، 1 2 3 4 5. هنتأكد نحط كده الغرزة اللي جاية هتكون هي اللي في المنتصف. طيب أنا دلوقتي اشتغلت 5 غرز باللون الأورنج ده، هشتغل أهو، والغرزة الثابتة اهي بنفس توصيل الأخضر، دي القدم اليمنى. طبعا هشتغل باللون الأخضر واللون القديم والطرف القصير هيكونوا معايا غرزتين 3، هكمل لغاية العلامة الناحية التانية. هسحب الطرف القديم والطرف القصير وهقص الطرف القديم ده، الطرفين دول هسيبهم في الداخل خلاص مش محتاجاهم، والشغل ثبت خلاص. ده السطر 21، شايفين فيه هنا لسه جزء هنا مش مهم خالص، لو حطينا القدمين جنب بعض السطر 21 أنا انتهيت اهي العلامة اهي، ده السطر 21. السطر 22 هيكون في اللوب الداخلي هعمل ايه؟ 3 حشو 1 تزايد وبعدين تكرار مجموعة، المجموعة دي 6 حشو تزايد اكررها مرتين وبعدين 3 حشو هينتهي ب 24 غرزة. تاني 3 حشو 1 تزايد بعدين تكرار مجموعة 6 حشو تزايد مرتين بعدين 3 حشو
هينتهي ب24 غرزة. ده السطر 22. عاوزة أقول لك حاجة، هيكون في اللوب الداخلي، لكن هبدأ في اللوب الداخلي معلش من اللون الأخضر. أنا هاشتغل هنا عادي خالص 3 حشو في الغرزة كلها. أدي 1 2 3 في الغرزة كلها معلش. تمام، وأدي التزايد. وبعدين بعد كده في 6 حشو تزايد مرتين. أدي 1 لسه على اللون البرتقالي. أدي 1 2 هبدأ بقى في اللوب الداخلي 3 هاشتغل في اللوب الداخلي عادي خالص. 4 5 6 وبعدين تزايد برضو في اللوب الداخلي عادي خالص. والمجموعة مرة تانية 6 في اللوب الداخلي برضو. 1 2 3 4 5 6 تزايد برضو في اللوب الداخلي. آخر 3 غرز. 1 2 3. تمام. 23 لل25 يعني 3 سطور، من سطر ال23 للسطر ال25 يعني 3 صفوف. هاشتغل حشو عادي خالص، كل سطر فيهم 24 غرزة من 23 لل25. طبعا الجزء دوت لسه ما اشتغلتوش في اللوب الداخلي، هشتغله عادي خالص في اللوب الداخلي واكمل عادي خالص، عشان بس اللوب الخارجي ده هيكون بداية الشورت وهعمل فيه منزلقة بعد كده. ادي ده السطر الاول من ال3. انا شغالة دلوقتي معلش في اللوب الداخلي لغاية ما اوصل للمنتصف الداخل هنا اهي بداية اللون الاخضر. هشتغل بعد كده في الغرزة كلها عادي خالص. تمام، هكمل ال3 اسطر بنفس الكيفية. معلش هي مش صعبة ولا حاجة، بس عاوزة تركيز، عشان انا عاوزة ابدأ النهاية والبداية في الشورت. شايفين انا هنا عاملة المنزلقة، فهتكون الاختلاف هنا هيكون في المنتصف الداخل. اللي عملته هنا هعمله في القدم التانية. يعني انا كنت واقفة هنا، دي كانت البداية، كانت شايفين دي العلامة، وانا ابتديت قبلها عادي خالص. القدم اليسرى هنشتغل نغير اللون من الداخل، وهنشتغل 21 حشو. هنبتدي نخلص هنا عادي. ده السطر 21. السطر 22 هيكون 3 حشو تزايد، وبعدين برضو تكرار مجموع هو نفسه 6 حشو تزايد مرتين، وبعدين 3 حشو هينتهي السطر 22 ب24 غرزة. فأنا هشتغل برضو في اللوب الداخلي لغاية ما أشتغل هنا. تمام، مفيش أي صعوبة. أول سطر في اختلاف الألوان ببدي من المنتصف الداخل في القدم اليسرى ومنتصف الداخل في القدم اليمنى، علشان يكونوا حلوين شكلهم ظريف. مش عاوزة التوهان ده كله، ابتدي وانهي من وقت ما انتي واقفة، بس هيكون هنا البداية والنهاية، وبرضه هيكون هنا البداية والنهاية. كله راجع لك وسهل مفيهوش أي صعوبة. هنخلص ال3 سطور ونرجع علشان نعمل بقية الغرزة المنزلقة دي. خلصنا السطر 25 بالنسبة للقدم اليسرى. بالنسبة للقدم اليسرى السطر الثالث الأخير اللي هو سطر 25، آخر 4 غرز أنا مش هشتغلهم. آخر 4 غرز أنا مش هشتغلهم، هتلاقيها في المنتصف كده أهي، في المنتصف الداخل ده القدم اليسرى. هعمل إيه؟ هعمل منزلقة، يعني أدخل وأسحب الخيط، والخيط اللي سحبته أسحبه من الحلقة اللي على الإبرة، وبعدين أعمل سلسلة، أشد الخيط وهقصه. ده بالنسبة للقدم اليسرى. لكن بالنسبة للقدم اليمنى أنا هوصل للعلامة عادي نهاية السطر، وهقولك هنعمل إيه. دي كده آخر غرزة في العلامة اهي. هشتغل 8 غرز. هشتغل 8 غرز في السطر الجديد ده اهو. 1 كده انا اشتغلت 8 غرز لغاية ما نوصل لمنتصف الداخل، وهسيب الخيط خالص.
كده لأ، تصدقوا في غرزة لسه، هيبقوا 9 غرز. أهو شايفين؟ في المنتصف الداخل 9 غرز. هنا انتهيت أهو، أدي اليسرى في المنتصف وأدي اليمنى في المنتصف. اليسرى هاقص منها الخيط، اليمنى هاسيب الخيط لأن ده اللي هنكمل بيه الجسم. هاجيب الطرف التاني الخيط من البكرة، هاسيب ده زي ما هو، وهاشتغل منزلقة في اللوب الخارجي اللي احنا سيبناه. نفس الاتجاه، يعني أنا هاشتغل كده في القدم التانية برضو، هاشتغل كده نفس الاتجاه علشان يكون شكل المنزلقة دي متشابه أو متطابق. أول غرزة منزلقة أهو من السطر الأسفل أهو، هدخل كده وأسحب الخيط كده. طبعا هتفكي ايدك شوية، انا هوريك الطرف ده مش مهم اهو، سايبه 2 سنتي كده. هعمل ايه؟ اوريها لك تاني. ادي اللوب الخارجي، بعمل الخيط كده واسحبه، سايبه كده حدود 2 سنتي الناحيه دي. اللوب اللي بعده هدخل فيه كده، دي منزلقه، مالكيش دعوه بالطرف ده. تمام اهو، اسحب الخيط، والخيط اللي اسحبه من الحلقه اللي على الابره، وما شدش ايديا، اخليها كده مهويه شويه. الغرزه اللي بعدها او اللوب اللي بعده اهو، بسحب الخيط، والخيط اللي اسحبه من الحلقه اللي على الابره، وهكذا للنهايه، مفيش اي صعوبه. شايفين؟ شايفين؟ خلاص اخر غرزه اهي. هعمل ايه؟ هعمل سلسله واسحب الخيط واشده كويس، هسيب كده في حدود 2 سنتي. الطرفين دول هربطهم مع بعض، الطرف النهايه والبدايه مع بعض، عقده 2، هدخل في مكان النهايه اهو، اسفل الخيط اهو بنفس الغرزه، واسحب الطرفين للداخل اهو. طبعا وانا شغاله قلت لك ما تشديش ايدك علشان يكون شكله حلو. ادي شكل الشورت اهو، الاتنين متطابقين، البدايه والنهايه من الداخل. تمام كده، مفيش اي صعوبه. آه الخيط ده ما قصيناهوش. كده انتهينا لنهايه الفيديو دوت. هو فيه افكار بس بسيطه، لكن سهل مش صعب ولا حاجه. لو عجبك قولي لي رايك تحت في الكومنتات، ولو في اي ملاحظه او اي حاجه عاوزه تفهميها انا تحت امرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.